السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الحلقة التانية من سلسلة موارد بشرية بتقنية ال AI. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على المفاهيم الأساسية لل AI وازاي هو مش بديل بس لكنه مساعد قوي جدا. النهاردة بقى هننزل على أرض الواقع وهنشوف ازاي نطبق عملي باستخدام أداة اسمها N8N علشان نعمل automation لل HR process بشكل سهل جدا وبسيط. بس هنا في نقطة مهمة، لأن N8N ليها اشتراكات شهرية، وأنا عارف إن كتير ما بيحبش إن هو يدفع فلوس في البداية، بس ما تقلقش خالص، أنا هنا علشان أوريك إزاي هتستفيد من كل المميزات الأداة ديت وببلاش. فهوريك إزاي تشغلها على جهازك الخاص في البيت زي ما بتشغل أي برنامج عادي خالص من غير ما تحتاج تدفع ولا مليم. فلو عجبك المحتوى وعايز تشوف الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك علشان ده بيشجعني اقدم محتوى مفيد زي ده. قبل بقى ما نطبق فعليا على الجهاز، احنا المهم نفهم اولا هو ايه ال N8N ده. ببساطة هو الموظف الذكي اللي عندك، هو موظف ما بيتعبش ولا بينسى، انت بتديله تاسكات معينة وهو بينفذها بشكل تلقائي بين مجموعة من البرامج والتطبيقات المختلفة. نديلك كده مثال بسيط، لما يجيلك طلب وظيفة جديد على موقع الشركة، الموظف ده اللي هو ال N8N بيشوف الطلب، بياخد منه المعلومات والداتا اللي في السي في، وبعد كده بيبعت ايميل تلقائي للمرشح علشان يشكره على تقديم السي في بتاعه، وكل ده بيحصل في ثواني ومن غير اي حد يتدخل خالص. فالاداة دي بتخليك تربط ما بين كل برامجك اللي انت بتستخدمها في الشغل زي جوجل شيتس، برامج الايميل، المنصات بتاعة التوظيف، علشان تخليها تتكلم مع بعض في وقت واحد وتخلص المهام الروتينية دي لوحدها. بس ال N8N ليه نسختين، نسخة مدفوعة بتكون على الانترنت ونسخة تانية بتقدر تشغلها على جهازك. النسخة دي ببلاش، بس علشان تشغلها محتاجة اللوكال هوست. طب ازاي ان احنا هنعمله؟ هقولك وكمل الفيديو. مهم نفهم فكرتين بسيطتين وانا هقولك من ابو بلاش كمان، فما تقلقش. وكمان علشان تقدر تفهم ايه اللي انا هقوله، في حاجتين مهمين كده في البداية لازم افهمهم لك، يعني ايه لوكال هوست ويعني ايه دوكر. طيب، يعني ايه اللوكال هوست؟ بص، اللوكال هوست هشرحهولك ببساطة كده ومن غير تعقيد. تخيل ان جهاز الكمبيوتر بتاعك هو البيت اللي انت قاعد فيه، واللوكال هوست هي أوضة معينة جوه البيت دي متجهزة مخصوص علشان تستقبل ضيوف اللي هما البرامج والسوفت وير. من غير الأوضة دي اللي هو اللوكال هوست، جهازك مش هيقدر يستضيف أو يشغل البرامج ده لوحده. يعني مثلا هتقدر تستضيف ضيوف في المطبخ، في أوضة النوم. هو ده المعنى البسيط لللوكال هوست، وهو مكان في جهازك مخصص علشان تشغل عليه برامج معينة لوكالي، وبدل ما تشغلها على السيرفر خارجي على الانترنت او ان هو بيتقال عليه الكلاود. طب حلو جدا، ايه هو بقى الدوكر؟ الدوكر ده بقى تخيلوا ان هو صندوق سحري. الدوكر بيجيب لك الاداة بتاعت ال N8N في صندوق كامل وجاهز للاستخدام، وبيخلي الموضوع سهل وسريع جدا، ويسمح لك تشغل النسخة المجانية على اللوكال هوست بتاعك من غير اي مشاكل. فهو اداة الربط بين اللوكال هوست والسوفت ويرز، او اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ال N8N. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا هنطبق عملي، فاحنا هنخش على جوجل على N8N كده ونعمل سيرش عليها، هنلاقيها وندوس كليك ونخش عليها. وده شكل N8N البيج بتاعته. وبعمل بس سكرول داون، انا بوريلكم بس الصفحة بيكون شغالة ازاي. وبعد كده يعني في حاجة كده بيوريها لك، بيوريك شكل التمبلتس اللي ممكن تتعمل على N8N. يعني في ممكن للديف اوبس، للسيلز، او اي حاجة هتقدر تعملها. هتلاحظ هنا ممكن يكون في جوجل شيت، ممكن تشغل على جوجل درايف او جيميناي او شات جي بي تي. يعني من الاخر كده ايا كان البرنامج انت ممكن توصلهم ببعض. تمام. وكمان هتلاقي كمان زي جوجل فورم او فورمز ان انت تقدر تشغلها. فهو ده N8N. نخش بقى على البرايسنج. البرايسنج هنا لو احنا هندفعه بشكل سنوي من 20 ل $50، ولو بشكل شهري هيكون تكلفة الشهر من 24 ل 60. تلاقي تحت كده موجود hosted by N8N. يعني ايه hosted؟ ان هو دوت على الكلاود، فعشان كده انا كنت بكلمكم على اللوكال هوست، ان احنا ازاي بقى هنشغل على دوكر ومش هندفع الفلوس ديت كلها. فانا لو دخلت دلوقتي وكتبت داونلود دوكر هتجيب لي الصفحه، ادوس عليها كليك،
هنزل بقى لتحت هتلاقي في داونلود دوكر ديسكتوب. انا هختار داونلود في ويندوز الارم 64 وبعد كده اعمل له سيت اب عادي. انا بعد ما بخلص السيت اب البرنامج اشتغل معايا تمام. اول حاجه بقى ان انت بتعمل ريجستريشن مش محتاجه، علشان انت بدل ما انت عامل لوكال هوست وان انت مش هتشتغل اونلاين على دوكر فمش محتاجه. احنا بنتكلم على الحاجه اللي هي هتنفع، فهنكمل كده ان احنا هنعمل سكيب للخطوه دي وهتلاقي دوكر اشتغل. هتلاقي تحت على الشمال كده لازم اهم حاجه ان هو معمول راننج. طيب انا بجيب ان ازاي؟ انا بعمل سيرش واكتب ان هلاقي اول واحده وديت اللي ايه هختارها، وقبل ما اعمل ران انا بعمل بول، هسحبها واعمل لها داونلود وانزلها واعمل لها كونفيجريشن. طيب انا عايز بقى اسهل عليك الدنيا دي خالص، انت مالكش انت في دوكر ولا في السيت اب ولا اي حاجه. بص بقى يا سيدي انا هريحك خالص، انا هدي لك كود تاخده هتكتبه هيشتغل الان من غير بقى الخطوات اللي هي رخمه شويه، بس هتريحك خالص من الخطوات اللي انت هتعملها كلها. تعالى معايا ونشوف. هتلاقي تحت على اليمين كده حاجة اسمها تيرمينال، ادوس على السهم بتاعه كده واعمل enable وستارت نيو تيرمينال، فهيبان لي ان الجهاز بتاعي اكتب الكود اللي انا كتبته دوت اللي هو بداية من الدوكر للاخر. هنا بعد ما بدوس انتر وبسيبه شوية هيظهر لي في الاخر حتة بقى ايه مهمة جدا، ان هي editor is now accessible. فخلاص كده تمام، ومديلك اللينك بتاع الانت ان، فهبتدي ادوس عليه وهيوديني على طول على الصفحه بتاعت انت ان اللوكال، وابتدي اعمل ريجستريشن واحط الداتا بتاعتي. بعد ما اخلص الريجستريشن هتلاقي الصفحه اللي بعدها عايز تملاها اوكي، مش عايز اوكي برضو. بس بقى المهم هنا هتجيلك رساله ان هو يبعت لك الاكتيفيشن كي، ودي مهمه جدا علشان تقدر تشتغل. فانت هتقول له ابعت لي الاكتيفيشن كي على الميل بتاعي وادوس سنت. ده كده جات لي رساله ان بعت اللايسنس كي للايميل بتاعي، فابتدي اخش على الايميل واتشيك الانبوكس هلاقي فعلا ان في اكتيفيشن كي، هاخده كوبي وارجع تاني على اللينك بتاع الانت ان. هتلاقي تحت كده اليوزر واخش على السيتنج، هلاقي جنب على اليمين كده في الانتر اكتيفيشن كي، ادوس واعمل بيست للاكتيفيشن كي وادوس اكتيفيت. كده احنا عملنا اول خطوه وعملنا اكتيفيشن لللايسنس الحمد لله. طيب ايه الخطوات اللي بعد كده؟ انا كده الحمد لله ان انا شغلت الانت ان. طيب هو بقى عباره عن ايه؟ هتلاقي فيه 3 حاجات اساسيه: ورك فلو، الكريدنشال، والاكسكيوشن. الورك فلو ده الاكشنز اللي انت بتعملها بقى، الاوتوميشن اللي انت بتعمله. الكريدنشالز ان انت بقى ادوات الربط ما بين البرامج وبعضها علشان يقراها على الانت ان. والاكسكيوشن اللي انت اشتغلته واشتغل فعليا. وطيب لو احنا دخلنا كده على الورك فلو هتلاقي كده اول حاجه اسمها اد فيرست ستيب. اد فيرست ستيب ديت اللي هي تريجر. التريجر ديت انت لما بتضرب المسدس الزناد بتاعه اسمه تريجر او الزناد، ايه اللي هيدي لك الارم ان انت تشتغل على الانت ان. فاول تريجر معايا اللي هو تريجر مانوالي، اللي هو ان هو بيشغل ورك فلو وانس ان انت بتعمل كليك اون، يعني مش هيشتغل لوحده. وكمان هتلاقي كده العلامه اللي بعدها. ايه بقى الخطوه اللي بعدها؟ الخطوات اللي بعدها ما بيكونش معاها تريجر، بيكون بقى معاها نودز. النود دي هي الخطوات. فالنود في الانت ان دي معناها الخطوات اللي انت بتشتغلها، فده كل خطوه اسمها نود. تاني حاجة بقى نتكلم عليها في تريجرز مثلا السكيدجول. فممكن ممكن تشغل الورك فلو اكوردنج ان انت عايز يشتغل في وقت معين او كل وقت معين، كل ساعة، كل شهر، كل يوم، كل دقيقة. انت بس بتحدد له بقى الحاجة ويشتغل معاك. في تريجر تاني اللي هو اون فورم سبمشن، ده عامل زي جوجل فورم كده او مايكروسوفت فورم. فانت بتعمل فورم عاديه وونس ان هي هتتملي هيبتدي ايه يتحرك على الورك فلو ويشغل النوتس اللي وراها. هتلاقي بقى في كذا حاجه تانية بس خلينا في اللي احنا عارفينه. فهتلاقي بعد كده تريجر ايه ومسج، يعني وانس ان هي بتجيلك رساله انت هتبتدي تشتغل. ودي بقى ممكن تستخدمها في حاجات كتير، يعني مثلا فور اكزامبل انا عملت كده تيست وعملت هاي ودوست انتر، اول ما قال لي النود executed successfully فده كده ايه النود دي اشتغلت. اول نود بتبقى تريجر، فالنود دي اشتغلت وعملت علامة صح كده تمام. هتلاقي بقى في انواع كتيرة من التريجر، بس المهم احنا عايزين ايه بالظبط. يعني مش لازم اعرف كله، المهم ان انا اللي انا بعرف استخدمه
اقدر استغله ازاي. فهو ده كده التريجر. وهنا ال init in ان انت مش بكمية الكونفيجريشنز او النودز اللي انت تعرفها، لا، ازاي تستخدم النود ديت وتستغلها احسن استغلال، زي الشيت اكسل كده. هو انت ما بتعرفش كل الايكويشنز، بس انت بتستغل كل ايكويشن علشان تقدر تطلع الداتا اللي انت عايزها مظبوطة. طيب في نوع تاني من التريجر، ان هو من الابلكيشن، يعني مثلا من جوجل درايف. يعني مثلا في trigger on changes involving a specific folder، فده هختار التريجر ده بحيث ان هو لما يحصل اي تغيير في الفولدر او في الدرايف بتاعي يبتدي يشتغل. هتلاقي بقى هنا في حاجة بقى مهمة، الكريدنشال بتاع جوجل درايف دي هنتكلم عليها الحلقة الجاية، علشان هنبتدي بقى نشتغل ازاي بقى هنطبق عملي. فدي ليها بروسس كده، بس واحدة واحدة كده هتلاقيها ايه، الموضوع سهل ومفيهوش اي مشكلة معاك. بصراحة يا جماعة هو الموضوع بسيط، هو لكن مش صعب ومش سهل، فاحنا لازم نتدرب عليه. والانت ان بيخلي الاوتوميشن سهلة جدا، وهيفتح لك باب لافكار كتيرة ممكن توفر عليك ساعات طويلة في الشغل، وكل ده من غير ما تدفع فلوس كتير. ففي الحلقات الجاية بقى هنبتدي ازاي نستخدم ال init in وهنطبقه عمليا، هنشوف ازاي بيشتغل ال AI workflow وازاي هنشغل كل حاجة فيه. يا رب اكون افدتكم، ولو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصل لك الحلقات اللي جاية من السلسلة. ولو عندك اي سؤال عن الدوكر او ال init in اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك بنفسي. اشوفكم الحلقات اللي جاية، وسلام.